السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمناو. اليوم غادي نحضر معكم البريوش بمذاق البرتقال اللي كيجيو خفافين ومنسمين، ولمحبي البرتقال غادي يعجبهم هذا البريوش. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. هنا خديت 2 كيسان د عصير البرتقال اللي صفيتهم داك اللب، ضفت له كاس ديال الماء. غادي نديرهم في كاسرونه ونوضعهم فوق النار باش يدفى ليا هاد عصير البرتقال والماء. من بعد ما دفى غادي نوضعه في الخلاط الكهربائي، نضيف له ساشي ديال الزهر ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام، نصف كاس ديال زيت المائده، كاس صغير ديال السكر. بالنسبه للسكر انا هاد البريوش جاني شويه مسوس، نتوما ضيفوا كاس ونص ديال السكر، ولكن الكيسان صغيورين كما درت انا. الا درتو الكيسان ديال العنبه ديروا كاس عامر ديال العنبه السكر. هنا درت قشور ديال البرتقال ومعلقه صغيره عامره ديال الملحه، قشور ديال البرتقال محكوك. ضروري الملح في البريوش. 2 معالق صغيورين ديال الخميره فوريه، وإلا درتو معلقه كبيره ديروا معلقه كبيره ما عامراش. غادي نخلط هاد المكونات حتى يندمج ليا مزيان داك الزيت والسكر ودوك السوائل اللي درنا. هنا غادي نضيف كاس ديال الدقيق وواحد ساشي ديال خميره الحلويات من وزن 7 غرام. غادي نخلط مره اخرى. من كنديروا هاد العمليه سواء القراشل او البريوش كيجيونا خفافين من كنطحنوا هاد المكونات في الاول مع داك كاس ديال الدقيق. غادي نوضعوه في اناء وغادي نضيفو الدقيق بالتدريج. هاد البريوش ما كيحتاج اننا ندلكوه ولا نجمعوه من الاول بيدينا، كنجمعوه في الاول فقط بالملعقه الخشبيه حتى كيبدا الخليط يتقال لينا في يدينا. بالمعلقه عاد كنستعملوا اليد فقط، كنجمعوه ما كندلكوهش نهائيا. كما كتلاحظوا معايا غادي نخليكم مع الفيديو، ما قطعتش معكم باش تشوفوا. كما كيعرف الجميع ان القوام ديال العجينه ديال البريوش خصها تكون مرخوفه، تكون كتلصق باليد باش داك البريوش كيجي لنا خفيف وما كيجيش مدقس من كيطيب. غادي نخليه يختمر. من بعد ما اختمر ليا العجين غادي نحيد منه داك الهواء، ندهنو يدينا بالزيت. وغادي نكوروه كويرات صغيورين، من الاحسن ديروهم صغيورين باش كيجيو محيدقين وزوينين. غادي ندهنوا البلاطو بالزيت، ضروري نستعنوا بالزيت. كندهنوا يدينا بالزيت ونبقاو نكوروا في العجينه. انا في هاد المره ما استعملتش الميزان، فقط كورتهم وصافي. يعني ميزاني مهم درتهم صغيورين. اللي باغيه ديرهم مباشره في اللاطه ديرهم، انا مازال غادي نكورهم باش كيجيني داك كيجيو الوجه ديالهم كيجي مقاد، كذلك البريوش كيجي مقاد حتى في الشكل ديالو.
خرجت لي هاد الكميه. هذه هي الطريقه اللي كندير باش البريوش كيجيني مقاد، كيجي ملس من الوجه ديالو، كذلك الشكل ديال البريوش كيجي مقاد. هاد الطريقه انا في الاول كانت كتجيني صعيبه، كنت كنقول مستحيل انني نتعلم لها، ولكن مع المداومه كل مره الواحد راه غادي يتعلم. واللي ما قدرتش ديرها صافي من العجينه مباشره تكورها كويرات وتوضعها مباشره في الصينيه في اللاطه ديال الفران. هنا من بعد ما ساليت من التشكال ديالهم راه خرجت لي جوج لاطات، غادي نبسطهم، ندهن يديا بالزيت وغادي نبسط دوك الكويرات باش ما يجيونيش غلاضين بزاف، وغادي نخليهم يختمروا المره الثانيه. بالنسبه للمره الثانيه ما نبقاوش نخليو سواء القراشل ولا البريوش ما نخليوهمش يختمروا بزاف. صافي غادي ندهنهم بالبيض وشويه قهوه سريعه الذوبان والخل. انا درت هنا بيضه كامله. غادي ندهنهم، اللي باغيه ترشهم في هذه المرحله بالزنجلان ترشهم. انا من بعد غادي ندهنهم من غادي نخرجهم. بالنسبه نهضر لكم على الطريقه ديال الطياب، الفران يكون سخون وندخلو البريوش ديالنا يطيبوا على نار اللي تكون متوسطه. دائما البريوش او القراشل ما يطيبوش على نار مهيله باش ما يجيوناش يابسين، راه بحالهم بحال الخبز، حتى الخبز راه ما كيبغيش يطيب على نار مهيله. كذلك هاد البريوش والقراشل غير هو شويه النار تكون ناقصه على الخبز، مهم النار اللي تكون متوسطه. ومن طيبوهم نخرجوهم من الفران نغطيوهم بمنديل باش يرطبوا لينا. من بعد دهنتهم بالعسل ورشيت عليهم اللوز مقلي. صافي كما كتلاحظوا معايا راه جا غزال، جاو خفافين كما كتلاحظوا في الفيديو. وشي حبات درتهم عمرتهم بالشكلاط على حساب الوليدات، فقط درت حبات قلالين وصافي. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وإلا عجباتكم لايك، والى وصفه مقبله ان شاء الله.